هل تعلم أن الصلع قد تكون قوة خفية؟ نعم، ما ستسمعه الآن قد يغير نظرتك تماماً. في المغرب تسمى الصلعة تاج الرجولة، وفي تركمانستان لا يسمح للرجل بتعدد الزوجات إلا إذا كان أصلع. أما في البرازيل فبعض النساء يفضلن الرجل الأقل شعراً، وفي أوزبكستان يتزوج الرجل الأصلع دون مهر، وفي الأرجنتين تعتبر زوجة الرجل الأصلع من سيدات المجتمع، وفي إندونيسيا يعتبر ذلك إنجازاً لدرجة أن القاضي يلتقط صورة مع العريس الأصلع. أما في أستراليا فقد تترك المرأة زوجها من أجل رجل أصلع، وفي فنلندا تحلم بعض الطالبات بالوقوع في حب رجل أصلع. أما علمياً فإن الصلع مرتبطة بارتفاع هرمون الرجولة، مما يعني نضجاً أكبر وثقة أعلى. فلا تخجل بل افتخر، فربما أنت لا تفقد شعرك بل تكتسب قوتك.